وعدكم أقول لكم قصة الصورة كانت في مؤتمر صحفي للساهر في إحدى المهرجانات الغنائية في الخليج. وهي الصورة قبل لا يبدأ المؤتمر. بعدين بعدين بدأ من كذي، يعني ستيل احنا مرحلة ريلاكس. أنا أعرف الفنان الراقي كاظم الساهر من 1993، يعني بعد سنة بعد ما انتهاء تحرير الكويت، يعني بعد تحرير الكويت دعاني مع آخرين ضيوف آخرين لبيته. كان أيامها مقيم في حريصة في بيروت، وما شلون نسيت بالصورة اللي أنا في معاه في حريصة. وبعدها بسنوات تحرير الكويت التقيت أيضا في دبي وفي الدوحة وفي بيروت وكل مكان. وأنا علاقتي مع كل العراقيين اللي أعرفهم أصدقاء فنانين مبدعين، أصدقاء دنيا وحياة لم تنقطع يوما حتى في عز الغزو، لأني كنت فاهمة ومستوعبة إن إحنا الشعوب، إحنا كرة قاعدين يلعبون فينا قوة كونية كبيرة تخطط لشيء ما في دماغها، والنتاج اللي احنا قاعد نشوفه من هذا التفكك والشتات العربي هو نتاج بدأ بغزو الكويت ثم ضرب العراق وتحطيم الجيش العراقي. خلينا الحين بلاش على المهم. سألته فيها انت ليش تعتقد ان انت ما تطلع ممنوع بالكويت؟ وهاي طبعا أنا وايد يأرقني حقيقة، لأن الفن الذي يدعو للحب ويدعو للسلام ما يفترض أنه يعني ينمنع، أنه في وطن الإنسانية يعني، أو وطن السلام كما يقول إعلامنا المنافق يعني. فلو إحنا وطن إنسانية ما كان عندنا آلاف البدون بلا أوراق وثبوتات، ولا عندنا تجارة بشر. ما ابي افتح سكك مثل هذه لانه مو وقته. قلت له ليش تعتقد، يعني بشوف خياله هو، ليش تعتقد انت ممنوع من اقامه حفلاتك في الكويت؟ قال والله ما ادري. شوف هذا الرجل على قامته، خبرته، تجربته، ما له حتى يعني انه يدور والاسباب وليش وشنو، ويدور على امكانيات واسطه ما واسطه. عندي فني وعندي عودي، هذا اللي اقدمه للناس، واللي يبيني انا ما عندي مانع ان انا اروح اقرا اغني حق جمهوري. المهم يقول انا اول ما بديت وانا ادين الكويت، لاني انا اول ما بديت بالعراق، وفيما بعد ثاني دوله بعد العراق جيت الكويت غنيت، واستضافتني وانتجت لي شركه النظائر ايامها، وسووا لي حفلات ايضا فيها، الى ان اتت هاي بالثمانينات طبعا، الى ان اتت مقادير. قلت له تعتقد ان انت محارب؟ ايضا هو عيونه صغيره بس تبرق دائما فيها لمعه. فايضا قال وانا يعني ما ادري يعني ليش احارب يعني، وما فكرت فيها. انا عندي عودي وعندي غناوي، وشوف قصيده حلوه وافتتن فيها وابي اقراها. قلت له ها حاسبينك على صدام وحزب البعث وعياله؟ قال هذا كلام سمعته وايد طبعا، واتهامات جتني وايد، ابي احد يطلع لي وثيقه واحده تثبت هذا الكلام، تديني عشان حتى انا اعرف وين موقعي من الاعراب. انا عمري ما كان عندي شيء مثل هاي. خلي يثبتون اتهامهم. طبعا طوال من التحرير للحين لحد الان ما في ورقه طلعت تثبت انتماءه لحزب البعث او انه هو وقف مع غزو الكويت. يعني الواحد يفترض يتجاوز والله. بس المهم قالها لي من لعنه على السياسه ايش قد قدره. تذكرين قال لي لما جيتي بيتي في 1993 في بيروت، وكان صدام موجود ايامها 93 وحزب البعث قوي. قلت له قال لي امنتك على اشياء لا تنشرينها فيها عن امي واخواتي واخوتي، على قولته حالات حكي العراقي يقول. فما نزلتها، وانا اشكرك لانك ما نزلتي فيها لان الاتهامات تاتي مجانيه في اي مكان وتنحذف كيف ما كان. على فكره يا حبايبي يا كويتيين يا مزقططين، كاظم الساهر ترى مو محتاج فلوسكم عشان تعتقدون هو يعني عشان الفلوس ابدا، كلش مو بباله كذي.
ولا هو محتاج الشهرة اللي ممكن يكتسبها من الكويت، هو مكتسح العالم العربي كله. فهو يحب يكون وسط جمهوره، لاني انا كنت اشوف جمهوره في بيروت والقاهره ودبي وهذيل. المهم ان انا بقول لكم اتمنى ان الحين مثلا فبراير جاي ويكون في احد ما يحط الاتهامات جزافا ويطيرها بالهواء، وتقوم الحكومه اللي عندنا سفراء بالعراق وعندنا سفير في الكويت في بغداد، تقوم الحكومه تاخذ هذا الكلام بعين الاعتبار وتمنع حفلات او دخول كاظم الساهر للكويت.